بنتي، وهي الوريث الوحيد ليا، واللي انا بصرفه من فلوسها. طب ينفع اجي معاكم؟ وما ينفعش ليه؟ على الاقل اعرفك على مراتي، هي بتقضي اغلب الوقت هناك مع الاطفال، بس الملجأ في الصعيد. وقتك هيسمح تقضي معانا بكره وبعده هناك؟ الصعيد؟ لا صعب، انا ما ينفعش اسيب ماما لوحدها. ماتت ماتت بحسرتها قبل ما تشوف بنتها. هتروح فين من ربنا يا ظالم؟ ربنا ينتقم منك. الله يرحمها يا ولدي، ماتت وارتاحت من العذاب اللي عيشتها فيه. تقدر تقول لي يا حسام دلوقتي هتقابل ربنا ازاي؟ هتقف قصاده وتقول له مراتي الاولانيه خدعتني؟ هيقول لك ما انا خلقت لك عقل عشان تفكر فيه. زي ما غدرت بمراتك ربنا حرمك من بنتك، وهتموت من غير ما تشوفها. هتموت بحسرتك زي ام جميله ما ماتت بحسرتها. لا 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 لا. ايوه يا رضوان، معلش صحتك من النوم. جهز العربية، عايزين نروح نطمن على ام جميلة. دلوقتي يا حسام بيه؟ ايوه يا رضوان، معلش. انا عرفت انك رحت الملجأ امبارح، ما استنتيش للنهارده عشان عارفاني بكون هناك، عشان ما تشوفنيش ولا تقابليني. بس انا ما قدرتش يا اسراء، لما رحت هناك وما لقيتكيش جيت عشان اشوفك، ومش هطول، هي نص ساعة وهمشي. البيت بيتك يا حسام بيه، محدش يقدر يقولك ما تجيش. انا عارف انك بتكرهيني وعاذرك، بس انا ماليش حد في الدنيا غيرك انت وجميلة، وعايش وبتنفس على امل ربنا يجمعنا في يوم. نفسي اقولك اني عمري ما كرهتك يا حسام، بس اللي انكتب علينا لازم نعيشه. وانا عمري ما هقدر ابتسم لك وجوه قلبي نار مولعة بفراق بنتي، لاني ما تعودتش ابتسم لحد ابتسامة مزيفة. انا همشي يا ام جميلة، وتأكدي ان اللي حفظك يوم ما حكمت عليكي بالموت قادر يحفظ جميلة. مش عشان انا ما استحقش المغفرة، عشانك انتي.
بس التأخير لحكمة ما علمهاش غيره. يا أستاذ يا أستاذ، حضرتك رايح فين؟ داخل الحسن بيه. سيبيه يا استاذ نورهان. هو ده الوحيد اللي يقدر يتحرك في الشركة بكيفه، والوحيد كمان اللي يقدر يخش لحسام بيه من غير استئذان. هو مين ده؟ ده واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعتته الشؤون الاجتماعية لحسام بيه عشان يشغله، ولما حسام بيه عرض عليه إن هو يقعد في البيت ومرتبه يوصل لحد عنده، رفض ياخد ولا جنيه من غير ما يشتغل. وحاليا دلوقتي ماسك فرع إنتاج السجاد، وده أكتر فرع متفوق في الشركة بفضل محمود. معقول؟ الإعاقة عمرها ما كانت سبب يوقف الإنسان مكانه. الإصرار والعزيمة يخليكي تعملي المستحيل. تعالي لي يا نورهان لو سمحتي. حاضر يا فندم. تعبت يا محمود، تعبت وما بقتش حمل الآلام اللي جوه صدري. خدي يا نورهان، قولي لحسام بيه رفيق بيه مضى على كل الأوراق ومش ناظر إمضة حضرتك. كل شدة بيمر بيها الإنسان يا حسن بيه ويكون خير من عند ربنا، لأنها بتكون سبب مسح الذنوب. لو إحنا بني آدمين مفيش حد مننا خالي من الذنب. ادخل. محتاجين امضتك على الورق ده يا حسن بيه. انت اللي هتكوني النور اللي هينور حياة حسام بيه. بس انت بتكون قاعد معايا وفي ناس كتير بتدخل، اول مرة اشوفك تقول لحد الكلام ده. اصل شايف النور في وشها، بس لسه مقنش لقوني ان هو ينور. أنا متشكرة. يا راجل حرام عليك، انت عايز الشاي ينور ايه اكتر من كده؟ لهيب النار في قلبي والليل عليا طال، عايش في جرحي لوحدي ما بقتش اشوف نهار. يا دنيا المر فيكي طعمه ولا الصبار، الملح ساكن جرحي والدمع في عيني نار.